السلام عليكم ومرحبا بكم. واش راكم مبروكه بصحه وسلامه وباش ما كتمنوا كيف ما كتشوفوا غنقدم لكم حليوات ديال اللوز ساهلين وبساطين. ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا العجينه ديال الحلوه ديال اللوز. عندي نص كيلو ديال الدقيق يكون من نوعيه جيده، و125 غرام ديال الزبده، انا استخدمت هنا غير ديال العلبه، معلقه ديال زيت المائده، ومعلقه صغيره ما عمرهاش ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال السكر كلاصي اللي مغربل، وما زهر باش غادي نعجن. ندوزو للعجينه. عندي هنايا الدقيق خويت عليها جميع المكونات غير المزهر اللي خليته بلاتي. خوت الزيت الملحه السكر كلاصي والزبده والدقيق. غنبقى نبسس في العجينه تدخل لي الزبده مع الدقيق مزيان، غنبقى نبسس فيها هكذاك وغادي نبدا نجمع فيها. انا حاولت انني نزرب الفيديوهات باش ما نكونش الفيديو طويل، عطاني هنايا تقريبا واحد 30 دقيقه وكثر، وما بغيتش ندير فيديو طويل. صافي غادي نبدا نعجن، وخصني العجينه تجيني قاصحه. كل ما كانت العجينه قاصحه ديال اللي كنخدموا بها كاع بغزال ولا الحلوه ديال اللوز كتجي زوينه وكتجي رطبه، كتجي ملي كنعطوا الحلوه كتجينا رطبه. صافي غنبدا نعجن فيها هنايا هانتوما كيف ما كتشوفوا، ونبدا نجمع غير بشويه، كنزيد في المزهر غير بشويه بشويه. انا ما كتعطيش الطيبه ديال المزهر واخا كنعجن بها العجينه. صافي هنايا كنت مدابزه مع بنتي كتجر لي التليفون. صافي غنبقى نجمع بشويه بشويه، هانتوما شفتوا، وغنبقى نجمع، ما كندلكها ما والو، غير كنجمع فيها. خاصها تجيني العجينه قاصحه، هانتوما شفتوا، غير كنجمع فيها، كنبقى هكاك ندور فيها حتى كتندمج كامله مع بعضياتها. صافي من بعد ما غادي نستمر على هذه الطريقه غندمج مع بعضياتها، غادي نشدها وغنقطعها وغنديرها حليبلات ونحتفظ بها في الثلاجه. من الاحسن الا كنتي غتخدمي بها في الصباح تعجنيها بالليل، ولا كنتي غتخدمي بها في العشيه تعجنيها في الصباح وتخليها ترتاح في الثلاجه. كل ما ارتاحت كتعطي الطعم وكتجي مزيانه. صافي انا درت حليبلات بحال هكا وغادي نحتفظ بهم في الثلاجه. وهنايا اللوز عندي كيلو ديال اللوز مع 500 غرام ديال السكر كلاصي والمسكه حره 10 دراهم. دابا كنا كناخذ 5 دراهم فيها، دابا الكميه دابا 10 دراهم، ما كميه قليله. انا هنا ما غنطحنو على برا، ما غنطحنوش في الدار، داكشي علاش درتو في بلاستيكه، وكنت نسيت ما صورتش لكم قبل. صافي من بعد هنايا ما طحنتو غادي نجيبو، حيدت منه 400 غرام تقريبا. 400 غرام هي باش غندير الغريبه ديال اللوز اولا اللوزه، كل واحد كيقول ليها. صافي عندي معلقه كبيره ديال الكونفيتير ومعلقه كبيره ديال الزبده حتى هي ديال العلبه، والمزهر ما غاديش ندير الروح ديال المزهر لحقاش ما كتعجبنيش ديك الطيبه مجهده بزاف. صافي غادي نخلطهم هنايا مع بعضياتهم، الكونفيتير والزبده واللوز، وغنبقى نعجن ونزيد مزهر بشويه بشويه. الا مثلا خرج لك الزيت في العجينه ديال اللوز غتبقاي تزيدي المزهر وتعجني وتدلكي في اللوز مزيان. صافي انا غنبقى نعجن فيه بحال هكا وندلك فيه، هانتوما شفتوا، باش يندمج داكشي مع بعضياتو. ما كنديرش الزبده دايبه، كنديرها عاديه بدرجه حراره المطبخ، والكونفيتير يكون جاري ديال الحلوه. صافي من بعد ملي غنوصل على هذا غيولي لي القوام اللي بغيت، غادي نحتفظ بها في الثلاجه. ودابا هنا غنبدا نخدم بها. انا عبرت هنايا لقيت عندي تقريبا على 800 غرام، غنقسمها على جوج باش ندير الكعبه وندير الشكل اللي فوق الكركاعه. انا كنعبر هنايا باش يكونوا قد بعضياتهم. خرجوا لي 30 حبه، يعني 30 في هذا و30 في الغريبه ديال اللوز و30 في ديال الكركاعه. صافي غنبدا هنايا نشكل في ديال الكعبه، غنقسم اللوز ونبدا ندير الحليبلات بحال هكا ونعبر. بغيتي الكعبه تجيك شويه كبيره كديري 20 غرام، انا غندير غير موين درت فيها 18 غرام. وكاين اللي كيبغيها شويه صغيره دير فيها 16 بحال هكا 17، واللي ما عندهاش الميزان غدير عينها ميزانه. صافي انا نبدا هنايا نعبر ونحط تنكمل الكميه كامله اللي عندي، ونبدا ندير لها حليبلات صغارين. شفتوا كيفاش غندير بحال هكاك حليبلات صغارين. غنستمر على هذه الطريقه حتى غنكمل الكميه كامله ديال اللوز اللي عندي، ديال اللي غندير به نشكل به الكعبه. وغندوز اللوز الاخر اللي غادي نشكل به ديال الكركاع. ها هي هنايا ساليت ديال الكعبه وغنبدا ديال الكركاعه ونقسمهم عاوتاني، وغنبدا ندير حليبلات ونقطع. هاد الطريقه كتجيني ساهله احسن من انني نخليها مجموعه وعاد نبدا نهز بشويه بشويه. ملي كتقطعي كتجيك ساهله، كتبقاي تشدي تقريبا العبار في يدك، كتجي زوينه الحلوه اللوز. وهذه هي الطريقه اللي كنعتمد عليها دائما، وكتجيني الحلوه رائعه وكتبقى لي مده طويله، واخا كنحتفظ بها في الثلاجه ما كتجرى لها حتى شي حاجه. هانتوما شفتوا انا ما غاديش نعبر هنايا، تقريبا درت فيها واحد 16 غرام حتى 17. صافي بقيت كنكور وكنحط. من بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي، انا جبت العجينه اللي كانت عندي في الثلاجه، غنحتاجوا الكركاع نصاص وبيض بيضاء باش نلصقوا الكركاع، والنقاش اولا المنقاش كل واحد شنو كيقول ليه، عادي سنينه ديالو عاديين، والجراره ديال الحلوه ديال الشباكيه، ورولو. والماكينه ضروري، اللي ما عندوش ماكينه تحاول انها تطلق العجينه مزيان ديرها رقيقه. صافي غنبدا انايا هنايا غنبدا نجبد هذوك الحليبلات اللي درت، وغادي نبدا نطلقهم بحال هكا ونجمع بحال غندير العجينه المورقه ونحط، نطلقهم كاملين بهم وغادي نحط. صافي من بعد ما طلقتهم غادي ناخذ اللي بديت بها الاولى وغادي نبدا نطلق في العجينه. هانتوما شفتوها رطبه، ما كندير لا دقيق لا حتى شي حاجه، لا زيت لا والو، كنطلقها هكذاك. واصلا الا بقيت كنزيد في الدقيق غادي تقصح لنا العجينه، يعني انا خصني تجيني ديك العجينه رطبه. اون فوا غير كتعطي الكعبه اولا الحليوه الاخرى كتمشي معاك، ماشي كتجيك قاصحه. صافي من بعد هنايا قسمتهم على ثلاثه هذيك العجينه اللي طلقت، وغادي نبدا نطلق بحال هكا بالرولو باش نبدا نشكل في الكعبه. درت القياس المره الاولى على 4، المره الثانيه على 7، لحقاش الكعبه كتبغي العجينه تكون شويه رقيقه. وهانتوما غتشوفوا ملي غنبدا نخدم راه غيبدا يبان لكم سطح العمل، غيبدا يبان لكم داك الرخام كيبان من فوق العجينه، لحقاش خصها تجي شويه رقيقه. صافي هنايا غادي ندير 7، درت النيفو 4 والنيفو 7، وكاين اللي عنده بالمقلوب، كاين اللي عنده 7 هي اللي كتكون غليظه
المهم انا عندي هنايا من الواحد 4 هي اللي كتكون غايده شويه، و7 كتزيد ترققها. صافي غادي نحط بحال هكا العجينه. انا هكا الطريقه ديالي اللي كنخدم بها الكعبه. نتوما شوفوا راه ساهله، غير ما نصعبوهاش وصافي. غنحط العجينه وغادي نبدا نحاول انني نفرغ الهواء من دوك الجناب. شفتوا ما سديتش الجناب اللي على اليمين واليسار، غير من مور العجينه فرغت الهواء وعاد جمعتها. ها نتوما شفتوا كيفاش درت. بقيت الفيديو شارح نفسه، بقيت كنطلعها هكا بصبعي كبير واربع صباعين الاخرين من اللور صافي. وكنسد الجناب مزيان. خص ضروري تفرغي داك الهواء اللي كيكون ما بين الورقه واللوز، لحقاش الا ما فرغتيش غادي تبوق، غادي منفوخه، غادي تجي فيها بواقات ديال الريح. خص ضروري نخوي من هذاك الهواء. هانتوما انا نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا. هانتوما شفتوا انا كنخوي الهواء من مورا العجينه، وعاد كنبدا نطلع بشويه باش يجوني متساويين، وعاد كنسد. ملي كنخوي كنسد، كنحيد الريح، كنسد صافي وكنبدا نشكل فيها. انا كنبرك على الجناب مزيان باش تبقى العجينه لاصقه، ما كنلصقها لا بيض لا حتى شي حاجه، لا بما لا بوالو. كان غير بصبعاني كنبرك عليها مزيان وكتبقى هكذاك لاصقه، ما كترطق ما والو. راكم شفتوا بان الكعبه كتجي هي هذيك مشكله مزيان. وبالنسبه للوز العقده خصها ما تكونش جاريه، يعني خصها تكون مزيانه، ما تكونش كتلصق في اليد. الا كانت جاريه بزاف هي اللي كتخلي الكعبه ما كتبقاش عاطيه الشكل ديالها. واي حلوه ماشي غير الكعبه كتولي منفوخه، كتنفخ الحلوه. خصنا حنايا الحلوه تبقى على الشكل كيف ما هو، كيف ما حطيناها. خصها تبقى هكاك الحلوه. داكشي علاش خصنا العقده ديال اللوز تكون ما تكونش جاريه، ما تكونش كتلصق في اليد، تكون مزيانه وما تكونش قاصحه بزاف. الا كانت قاصحه عاوتاني بزاف غتجيني الحلوه قاصحه. صافي غنستمر على هذه الطريقه تنكمل اللوز اللي عندي ديال الكعبه كامل. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي مشكله وزوينه. وندوزو للشكل الثاني حتى هو راه ساهل. انا هنايا هذه طلقتها غير في 4 و6. بالنسبه للشكل الثاني ديال الكركعه في 4 و6 ما خصهاش تجيني العجينه رقيقه بزاف بحال الكعبه، لحقاش ملي غادي نبدا نقطعها وندخل فيها اللوز غادي تزيد ترقق شويه. هانتوما شفتوا درتها غير على 6. شفتوا راه هي بقات غليظه شويه، ماشي بحال ديال الكعبه. الكعبه كتبقى شويه، كتجي شويه رقيقه. ديال الحلوات اللي كيتشكلوا كاملين كيجيو غليظ العجينه شويه، يعني كندير على رقم 6. حمقاتني هنايا بقات كتلصق لي على بعضياتها. مع ملي خرجتها من الثلاجه بقات كترخى، مع كنجربو شويه سخون. ولكن ما عندك مناش تخافي عليها. صافي غنبدا نقطع بهاد القطاعه، واللي ما عندوش راه يدير غير شي كاس شويه كبير ويقطع به. انا حاولت انني ما ندخلش هذا الطوابع ولا شي حاجه. كنحاول انني نخدم بداكشي اللي متوفر عند الناس، اي واحد يقدر يخدم به. ما كنديرش طوابع بزاف باش اي واحد يقدر يصاوب الحلوه. صافي غادي نجمع دوك الجناب اللي باقيين ونحطهم، ونبدا نحط الكرات ونجمع. هذه حتى هي ساهله وكتجي زوينه، كتعطي منظر زوين. هانتوما شوفوا كيفاش غندير. شتي غنبقى نجمع العجينه ونسد على اللوز، وغادي نجمع مزيان بحال شي كموسه، ونحيد ديك الزياده ديال العجينه اللي بقات باش ما تجيناش العجينه بزاف من التحت. صافي نكورها بحال هكاك. غادي نستمر على هذه الطريقه تنكمل داكشي اللي طلقت ديال العجينه كامل، وعاد نبدا ننقش فيهم. ولكن انا غير اللي طلقت، ماشي غندير لهم كاملين الورقه بحال هكا ونبدا ننقش. لا، الورقه اللي طلقتيها نقشيها باش ما تنشفش، لحقاش دغيا العجينه كتنشف. هانتوما غتشوفوا معايا في الفيديو. هانتوما شفتوا انا جمعت، وغادي نبقى ندور بحال هكاك باش تجيني متساويه والعلو يكون متساوي. ساهل بسيط، ماشي شي حاجه صعيبه، تقدر اي وحده ديرها. صافي هنايا كملت الكميه كامله. غادي ناخذ النقاش وغادي نبدا نميل شويه، ضروري نميلو باش كتجي داك مايلين كيجيوش واقفين. هانتوما غتشوفوا ملي غنسالي غتبان لك بان كنقش، وانا كنقش مايل. كنميل النقاش وكنبدا. شفتوا كيفاش جات مايله. غادي ندهن ببيض بيضه باش نلصق الكركاع باش يلصق. الا درتو غير الماء راه ما كيلصقش. من بعد ملي كطيب الحلوه كيبدا داك الكركاع يحيد كيطلع. ضروري من بيض البيض صافي. وكندير الكركاع من الفوق وكنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. انا غنعاود معكم واحد الشكل اخر باش تشوفوا. شفتوا كنميل، كنشد شويه ديال اللوز مع شويه العجينه كنبرك ديالي بصباعي. شفتوا كيجيو مايلين. غندهن عاوتاني ببيض البيض ونديرو الكركاع من الفوق، غير نص كركاعه. اللي ما متوفرش عنده الكركاع يقدر يدير اللوز، يعني النوازات، داكشي اللي غادي يكون عندك متوفر. ماشي بالضروره نديرو شي حاجه اللي دايرها واحد اخر. نقدر مثلا الا شفنا شي شكل اخر نبدعوا فيه. اي واحد كيبغي التغيير وكيبغي يتفنن في الحلوه ديالو. صافي هنايا ملي كملت الكميه كامله اللي عندي غادي نخليها ضروري تبات. صاوبتها حتى لغدا عاد غنطيبها. هنايا هي باتت. شفتوا هي فكت لكم بحال اللي كارمه. انا راه ما طايبه ما والو. غادي نحتاج واحد بيض بيضه، وندير معاه معلقه صغيره ديال السكر كلاصي، هادشي باش ندهن الكعبه باش تعطيني داك اللوين ديال الذهبي. ومعلقه ديال زيت المائده غنخلطهم مع بعضياتهم مزيان. وغادي ندير الكركاع طيب وندهن الكعبه. على بيد ما طابت لي ديال الكركاع نكون دهنت الكعبه.
الى درجه الحراره ديال الفران خصها تكون 160 درجه، وما كتاخذش وقت بزاف، عندك ما بين 15 دقيقه حتى 20 دقيقه الى كثرت. صافي كندهنها كامله، شفتوا انا كندهنها من الفوق ومن التحت. وغادي نجيب واحد الشوكه، هذه من بعد ما حرقتها، وغادي نبدا ندير واحد التكات، شفتوا ندير 5 ولا 4 باش ما تبقاش، ما ديفورماش لينا وما تنفخش لينا الكعبه، تبقى في الشكل ديالها. صافي غادي ندخلها طيب. وهنايا غادي نبدا نصاوب معكم غريبه اللوز اولا ملوزه. عندي ديك 400 غرام ديال اللوز اللي حيدت من اللوز اللي طحنت، ومعلقه كبيره ديال الكليكوز، جوج معالق ديال الدقيق، وخماره وحده ديال 207 غرام، ومعلقه كبيره ديال المزهر، وقشور ديال الحامض اولا الليمون اللي بغيتو، معلقه كبيره. صافي وسكر كلاطي باش غنفندو فيها. غادي نبدا نعجن هذا الشيء مزيان، شفتوا غادي نخلط داكشي كامل مع بعضياتو ونبدا نعجن فيها. انا هنايا غيبان لي بان المزهر باقي خصني شويه، غادي نجيب ماء زهر وغادي نضيف شويه، لحقاش هي ما خص هذا الملوزه اولا الغريبه د اللوز خصها تجي شويه مطلوقه، ماشي بحال العقده ديال اللوز، باش كتعطي باش كتفركع وكتجينا مشته. والجليكوز كيعطيها، هو السر اللي كيعطي التعليكه الغريبه. اي غريبه، هي الغريبه ديال السميده والكوك، اولا الغريبه ديال الكاوكاو والسميده، اولا ديال الكركاع، اي غريبه كديري معها معلقه كبيره ديال الجليكوز، هو اللي كيعطي ديك التعليكه وكتبقى لنا مده طويله معلقه. صافي من بعد ما عجنتها خليتها ارتاحت شويه، ودابا غنبدا ندير كويرات. هذاك المزهر كنبقى ندير في يدي المزهر، وكنبقى ندير كويرات ونحط في السكر كلاصي. هانتوما شفتوا السكر كلاصي ضروري يكون سبيسيال، يكون من نوعيه جيده، لحقاش الا درتو العادي غادي تجي الحلوه بحال فازكه، بحال ما بغيتيش زوينه. ضروري ديروا سكر كلاصي سبيسيال. صافي غادي نبدا نمرمدها هكذاك في السكر كلاصي وندير عليها شويه ونبرك صبعي، ما كنوركش بزاف باش نشتتها، غير كنبرك باش يثبت داك السكر كلاصي. نستمر على هذه الطريقه وغادي ندخلها الفران طيب، نكون شاعله الفوق هو الاولاني، خصها تتفركع عاد نهبطها تحمر. صافي من بعد ما طابت الحلوه ديالي هانتوما كتشوفوا جات غزاله وزويونه. هذه هي ديال الكركعه، شفتوا انا ما دهنتهاش بالناباج، خليتها هكاك طبيعيه. وشوفوا الكعبه جات رائعه، عطات داك اللوين ذهبي، جات زويونه. انا كتعجبني بحال هكا، ما كتعجبنيش تكون بيضه، كتعجبني هكا تكون ذهبيه وكتجي زويونه. وهانتوما شفتوا حتى الغريبه راه جات رطبه وجات غزاله، واحد المذاق رائع. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ويكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش باللي لايك ولي كومونتير، والناس اللي ما ابونيش في لاشين يتابوناو، وواش راكم مبروك، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وفي نوع جديد ديال الماكله ولا الحلويات. السلام عليكم.